مؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس أكد بدوره على مواجهة القوى المدنية والليبرالية للعنف بالعنف، معتبرا أنهم تركوا الجيش والشرطة في مواجهة المخربين حتى الآن حفاظا على الدم المصري فقط. لو عملوا عنف هنواجههم بالعنف، يعني ما فيش هزار، خليهم بقى عشان نخلص. يعني اذا كانوا هم، احنا كل القوى الليبراليه لو تاخدوا بالكم، وانا من الناس اللي رفضت ان القوى الليبراليه تنزل وتواجه. ما نزلناش ننزل نواجه، ما نزلناش مظاهرات ضدهم، عشان احنا بنخاف على الدم المصري، واحنا بقى مش هنسيب اكل عيش الناس ومصيرهم في ايد 200 300 واحد. وان كان الناس الموجوده دلوقتي مش هتاخد الخطوه الجامده، خلاص اوكي، احنا ننزل كشعب، احنا قادرين ناخد. يعني مش هم 300 400 واحد، خلاص احنا مش راضيين ننزل عشان خايفين على الدم بس، وسايبين للاسف الجيش والشرطه في المواجهه دي لوحديهم. معي عبر الهاتف من القاهرة نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري. أستاذ نجيب، أهلا بك إلى استوديو الحدث. تصريحك هذا بأنكم ستقابلون العنف بالعنف استغله البعض لتوجيه اتهام لك شخصيا بأنك من يقف وراء تفجير الدقهلية وتفجير مسجد في شبرا. لك المجال أن ترد بطبيعة الحال أستاذ نجيب. لا، عادة لا أرد على الأكاذيب أو المهاترات. يعني الذي خائف أن يقول أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فهو بالفعل إنسان غير وطني وجبان من الآخر كده. هذه الجماعة إرهابية بدليل أن السيد الرئيس مرسي أفرج عن رموز الإرهاب في مصر كلهم، والذي نعاني منه الآن من إرهاب سواء في المنصورة أو في أي حوادث هو نتيجة هؤلاء المخربين الذي تم العفو عنهم جرائمهم. من هم من قتل السادات، ومن هم من فجر وقتلوا في الأقصر وأراد أن يعين محافظا للأقصر كان هو وراء مذبحة الأقصر. إذن فمع احترامي للتفسيرات وجمعية الدفاع عن الشرعية التي ينطبق عليهم ولا جميعا ينطبق عليهم المثل يقتلوا قتيل ويمشوا في جنازته، فأنا عادة لا أرد على المهاترات. طب أستاذ نجيب، في حديثي كنت أنتقد الأداء الحكومي، لأن لابد من هذه الحكومة أن تطلعن على خطتها في مواجهة الإرهاب. ما هي خطتها في مواجهة هذا الإرهاب؟ هل هناك لابد أن يكون لديها خطة تشريعية وتنفيذية وتقوية لأجهزة الأمن حتى لا تتعرض لمثل هذه العمليات الإرهابية. هؤلاء مواطنون مصريون بالدرجة الأولى، جنود الشرطة يأتون غالبا من أسر فقيرة، مرة واحدة تصحى كل هذه الأسر وتجد أبنائها مقتولين بتفجيرات وكده. هذا موقف لا يمكن التعامل معه بطريقة عفى الله عما سلف. يعني طيب أستاذ نجيب، بتقديرك لماذا الإشارة إليك أنت شخصيا دون غيرك من رجال الأعمال؟ لا، الإجابة سهلة جدا، لأنه لم يجرؤ. أولا رجال الأعمال جميعا غير متواجدين على الساحة لأنهم يتحاشوا الدخول في خصومات سياسية تؤثر على أعمالهم. أما في حالتي أنا فأنا ممكن تعتبرني يعني نصف مجنون، لأن أنا لن أسكت عن قولة الحق لأي سبب. لا لسبب أنني رجل مسيحي ومطلوب مني أن أسكت، لأن البعض يعتبرنا غير مصريين أو لا يعتقد صحيحيتنا في أن نتناول الأوضاع بحرية تامة. نمرة واحد، الجميع يخاف أن يتناولهم بالقتل لأنهم يهددون ويقتلون، وبالتالي لا يقولون قولة الحق. يعني هو ده السبب الرئيسي، ان هم مستعجبين ان في حد بيطلع ويقول الحقيقه. انما انا بعبر عن كافه الشعب المصري اللي هو زهق من كل هذه الاعمال الصبيانيه، من اللي بتحدث في الجامعات، ومن من حرق لسائق تاكسي وقتله وتقطيعه ورمي ناس من الاسطح وتفجيرات وكده. مواقف كلها يعني لا يمكن اي انسان عنده ضمير وبيحس بابناء وطنه يسكت عليها. يعني أنت فضلت مصطلح نصف مجنون، ولكن ربما الآخرين يرون فيك يعني رجل أعمال شجاع أكثر من رجال الأعمال الآخرين، باعتبارك كان لك موقف واضح ومعين من مسألة الإخوان. يا سيدي، هذه عصابة استولت على حكم مصر في غيبة من الزمن وبالتدليس وبالغش وكل ما يقال عن أنها جاءت بطريقة شرعية مغلوط، وسيثبت التاريخ أنه حصل تزويرات وحصل ألاعيب وجاءوا الحكم ليستبدوا ولم يصدقوا أنفسهم فاستبدوا ووضعوا الشعب المصري كله في المواجهة. وبالتالي ربنا هو اللي في النهاية يسر لنا أن نتخلص منهم، واليوم وهم جماعة إرهابية بالفعل، والخائف أن يقول بهذا حسابه عند ربنا بعد كده. أستاذ نجيب، ما رأيك في من يقول بأن هناك في الحكومة وفي أجهزة الأمن أياد مرتعشة مترددة في مسألة التعامل مع ملف الإرهاب؟ شوف، المسألة بمنتهى البساطة. أي واحد النهارده بيطلع يقول إن دي جماعة إرهابية أو بيواجههم مهدد بالقتل.
لانه هذا هو اسلوبهم يعني. وانت حضرتك لو شفت المتابعات اللي على تويتر او على الفيسبوك واللي بتجيلي وكده هتعرف ان كل هذا يحدث يعني. فبالتالي في ناس كتير جدا تقول لك يا عم ابعد عن الشر، انا النهارده في الحكومه بكره هطلع لا يجي يصدقوني كده. اما اذا كلنا تخاذلنا وكلنا خفنا كده يبقى خلاص البلد هتروح يعني، وده لن يحدث يعني. ولو موتوا مليون واحد مننا في 89 مليون تاني ضدهم موجودين، وهنروح يوم الدستور وهنقول نعم ستمضي خريطه الطريق. ومصر عمر ما عرف الارهاب يوقفها، وقبل كده حاولوا في التسعينات وانتهت كده، ونصهم وفي منهم تائبين عارفين ان القتل حرام وان الدم المصري حرام وكده. والمجرمين دول اللي عندنا ان شاء الله كلنا هنمسكهم في الاخر. سؤالي الأخير، لو سئلت عن رأيك في مسألة كيف يجب أن تتعامل الأجهزة الأمنية مع هذا الملف فكيف تجيب؟ اولا الاجهزه الامنيه لا يمكن ان تتعامل بمفردها في هذا الملف. مطلوب من الحكومه وضع خطه عاجله تشريعيه وتنفيذيه وتقويه اجهزه الامن بكل الاجهزه الحديثه التي تمنع تكرار هذه الحوادث، والادوات دي موجوده وفي كل حته في العالم. اما ترك الامن لوحده في هذه المواجهه فهو نوع من التخاذل من ناحيه الحكومه وايضا من ناحيه الشعب. انا تصريحاتي مش مقصود بيها ان احنا هننزل ونعمل عنف، لا، المقصود بيها ان انا وده رايي وبعيده تاني ان العنف لا يقابل الا بالعنف يعني. مش ممكن واحد جاي يضرب عليك قنبله ويفجر لك مبنى وكده تقول له متشكرين يعني، مش هتمشي كده العمليه. وبالتالي الحكومه دي لازم تقف وقفه شديده وتعدل التشريعات وتحط قوانين اللي تؤثر لها ان تستطيع ان تواجه هذا الموقف يعني، مش هنقعد فيه على طول يعني. وإن قلت لك سؤالي الأخير، لكن هذه المرة هو الأخير، لأنه بدي أسألك هل وصلتك تهديدات من الإخوان يعني لحياتك بروحك؟ حصل يعني. وما زالت تأتيك؟ والله ان شاء الله يتوقفوا يعني، انما ربنا الحارس يعني، وما حدش يقدر على ربنا في الاخر يعني. دي هو ربنا حط لكل يوم ولغل وقته وهو اللي بيحدد مش هم يعني. عبر الهاتف من القاهرة نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، شكرا لوجودك معنا في استوديو الحدث.